عايزك تركز معايا قوي قوي، لا يمين قوي بقى، عشان فعلا في كلام لاول مره هنسمعه. نصلي على النبي الاول. دلوقتي كلنا عارفين الايثانول اللي بدا مؤخرا ينتشر وشركات تنتجه كتير وي 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 والمفروض ان هو بيحسن اداء العربيه عن طريق دوره البنزين. تمام، كل الكلام ده لحد دلوقتي جميل. الايثانول ده خام، الناس اللي بتستخدم ايثانول دلوقتي يعني اتمنى كلامي ما يزعلش حد والله، بس يعني اللي تعب لازم نديله حق تعبه. الايثانول اللي بيستخدم ده خام، ما بتلاقيش تاثير وحش او ما فيش اي تاثيرات سلبيه على المدى القصير، لكن على المدى الطويل ده بيضر حاجات في العربيه. بالمعنى العربي كده تقدر تقول حراق شويه على بعض العربيات، فمع المدى الطويل ما بيبقاش احسن حاجه. في اختراع الناس اشتغلت عليه 3 سنين، عملوا ايثانول محسن واخد براءه اختراع. الجميل بقى والجامد في المنتج ده انه مش محسن بمواد كيميائيه، لا، محسن بمواد عضويه طبيعيه، ودي مش اي حد بيعملها. معظم التحسينات بتكون كيميائيه، لا، ده محسن بمواد عضويه طبيعيه، وده حاجه جميله جدا جدا ليك وللعربيه. يعني وان كان الايثانول الخام ممكن ياثر في العمر الافتراضي للعربيه، فده هيطول في العمر الافتراضي لموتور العربيه. عامه المنتج ان شاء الله هيتم توزيعه من خلالي. انا طلبت كميه دلوقتي جايه لي في الشحن، يعني في عمليه الشحن دلوقتي لحد ما توصل عندي. هوريكم المنتج، هنجربه مع ناس كتير وهنشوف راي الناس فيه. خليكم معايا متابعين كده ان شاء الله، واحده بواحده، وان شاء الله منتج هي جامد بس كده.